حملة ممنهجة وحملة كبيرة جدا من الدول الأوروبية واللاعبين الأوروبيين ولاعبي الدوري الإنجليزي ولاعبي الدوريات العالم على قطر في الأيام دي، وحملة جامدة جدا على استضافة قطر لكأس العالم. قطر كانت فازت بتنظيم كأس العالم من سنة 2010. كأس العالم بقطر مش خاص بدولة قطر بس، ولكن هيعبر عن ماهية وهوية الدول العربية والثقافات العربية والثقافات الإسلامية. طبعا كتير جدا من قادة المنتخبات الأوروبية معارضين لتنظيم قطر لكأس العالم، وهناك انتقادات شديدة جدا في الأيام الماضية وظاهرة جدا في وسائل الإعلام. بنشاهد في الدوري الإنجليزي لاعيبة كبيرة جدا وقادة منتخبات زي هاري كين انتقد تنظيم قطر لكأس العالم وحقوق العمال وحقوق العمال الأجانب في قطر. كمان كان في تقارير من صحف كبيرة جدا إن ما كانش في حقوق عمال في العمال الأجانب في دولة قطر، وإن في عمال كتير جدا ماتت. لكن لحد دلوقتي نفى الاتحاد القطري كل هذا الكلام في السنوات الماضية، والكلام كله ان قطر هتنظم كأس عالم هتليق بالدول العربية والدول الإسلامية. النجم الكبير محمد أبو تريكة كمان اتكلم في الأيام الماضية عن الحملة الممنهجة من اللعيبة والصحافة الإنجليزية والصحافة الأجنبية على استضافة قطر للمونديال. النجم الكبير محمد أبو تريكة اتكلم إن إحنا 28 يوم لكأس العالم، إحنا مش هنغير عاداتنا وتقاليدنا عشان الغرب، لا إحنا لنا ثقافة ولنا عادات ولنا تقاليد ولنا دين إسلامي. لازم إن الدول الأوروبية والدول المعارضة إن هي تحترم مثل هذه الأشياء. كمان من ضمن الانتقادات الكبيرة جدا اللي تعرضت الشركة الراعية للمنتخب الدنماركي، قالت ان هي هتطمس معالم القميص اللي هيلعب بيه المنتخب الدنماركي، وده نوع عشان يعني ايه نوع من الدعم للمنتخبات الأوروبية ضد قطر لتنظيمها كأس العالم. اللعيبه كتير جدا اتكلمت عن الموضوع ده، ان هو يعني عايزين يوحدوه، ان هو متواجد، وان قطر ما فيهاش حقوق انسان لتدعيم مثل هذه المواضيع. العديد من قاده منتخبات الدول الاوروبيه قالوا ان احنا هنلبس اشاره موحده او اشاره بتعبر بقى عن حقوق الانسان والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها. لكن قطر أكدت دايما ان هي لها قوانين ولها سياسة ولها عادات وتقاليد يجب على كل اللي هيدخل الأراضي القطرية سواء اللاعبين وسواء المشجعين الامتثال لمثل هذه العادات والتقاليد. ان شاء الله قطر هتنظم افضل نسخة من كأس العالم، كأس هتليق بالدول العربية كلها. لأول مرة في تاريخ الدول العربية ان دولة عربية هتنظم كأس عالم. كأس عالم هنشوفوها ان شاء الله مختلفة في قطر. شفنا الاستادات وشفنا المدن اللي هتستضيف المونديال كم هي عظيمة جدا. يمكن ان الغرب شوية متضايق من فكرة ان دولة عربية ان هي تنظم كأس العالم، لكن ان شاء الله قطر هتبهرنا بقى في تنظيم كاس العالم الفتره اللي جايه. كل التوفيق للمنتخب التونسي وكل التوفيق بقى للمنتخب المغربي وكل التوفيق للمنتخب القطري والمنتخب السعودي الموجودين في كاس العالم في قطر، ونتمنى لهم طبعا التوفيق. نتمنى ايضا التوفيق للمنتخب السنغالي الافريقي ساديو ماني طبعا، وان شاء الله تكون كاس عالم جميله جدا وكاس عالم مشرفه لكل العرب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.